الرعاة لإمام أحبارنا قداسة سيدنا البطريرك المعظم مار إغناطيوس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السوريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع الكل الطيبة والجزيل البر. نطلب من الرب الإله القائم بين الأموات أن يحفظ لنا وعلينا صاحب القداسة، أن يديمه لنا لسنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة بالصحة والعافية وطولة العمر. كذلك نهنئ أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، ونهنئ جميع الشعب المسيحي بعيد القيامة، ونطلب من الرب القائم من الأموات أحبائي بقيامته أقامنا معه من وحدة الخطيئة، وأيضا نطلب منه في هذا اليوم المجيد أن يحافظ على سوريا، أن يعيد لها أمنها وسلامها. فجر القيامة ونور القيامة قريب والكل سوف يعاينه. نطلب من الرب أن ينشر سلامه وأمنه في هذه البلاد المباركة التي باركها هو باجتراحه المعجزات الباهرات، والرسل القديسين الذين باركوها بحضورهم وبقدومهم لهذه البلاد المباركة. نطلب من الرب أيضا أن يحفظ مصر، هذه البلاد المباركة وهذا الشعب المبارك، مبارك شعبي مصر. كل سنة وأنتم طيبين والمسيح قام. بالحقيقة قام. متشكر جدا أبونا كيرلس المسعودي كاهن كنيسة السيدة العذراء السوريانية بالقاهرة. متشكر خالص، كل سنة وقدسك طيب مرة تانية. ربنا يحافظ عليكم، كل سنة وانتم طيبين. متشكر خالص. مشاهدينا الكرام، ده كان لقائنا مع الربان كيرلس المسعودي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم السوريانية بالقاهرة. وكما نوهنا وأشرنا في البداية، تهانينا لقداسة البطريرك مار إغناطيوس إفرايم الثاني كريم بطريرك الكنيسة السوريانية، وتهانينا لكل المسيحيين المتواجدين في الشرق الأوسط والعالم العالم أجمع. وآخذ من كلام أتسابونا كيرلس ورسالة السلام اللي كلنا بندعو ليها لإعادة السلام مرة أخرى إلى سوريا ولبنان وكل المناطق العربية. يعني بالتأكيد مع عيد القيامة المجيد كلنا بنرفع هذه الصلوات. وكما شهدنا بالأمس قداسة البابا تودروس في العظة التي ألقاها بالكاتدرائية قد نوه على هذه النقطة لإعادة السلام، ونحن نصلي للعراق وسوريا واليمن وكل المناطق العربية بل وكل العالم أجمع. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. تغطيتنا لسه مكملة مع حضراتكم من الكاتدرائية، خليكم معنا. مشاهدينا احنا كمان يعني بنشكرك يا زميلنا العزيز إبراهيم، واحنا كمان بنضم صوتنا لصوته. يعني السلام ده لازم يعم ما بيننا كلنا، مش ننتظر عيد معين علشان نتسم بهذه النعمة وبهذا الصفة الجميلة، صفة السلام. لا، احنا عايزين كل يوم دايما يبقى عندنا سلام. احنا الحقيقه معانا ضيفنا اللي مشرفنا في استوديو صباح مير الاستاذ فادي يوسف. استاذ فادي، اهلا بحضرتك ومنورنا في استوديو صباح مير. اهلا بيك وخريستوس انستي. خريستوس انستي، اليسوس انستي يا استاذ فادي. استاذ فادي، احنا النهارده يعني اتكلمنا كتير، وحتى يعني خليني ابدا معاك بوعظه قداسه البابا امبارح. قال فيها كلام حلو قوي، يعني قال مفيش خلاص، ما بقاش في عندنا حاجه اسمها ثقافه الموت، بقى عندنا خلاص ثقافه الحياه. انا عايز برضو قبل ما نتكلم في الموضوع ده، يعني لو حضرتك بقى تهني المشاهدين وتقول لهم ايه النهارده بعيد القيامة المجيد. لا، هي افراح القيامه ما فيش بعدها يعني افراح. هي المسيحيين موجودين في انحاء العالم كله، بالاخص مسيحيين الشرق بيقدسوا جدا اليوم دوت، وبيسعدوا جدا باليوم اللي قبليه اللي بيبدا فيه اعلان هذه الافراح من خلال انبثاق النور المقدس من قبر المسيح. ودي علامه بتؤكد ان هذا هو التوقيت الفعلي والحقيقي الذي بيتبعه مسيحيين الشرق لقيامه السيد المسيح. أنا بهني كل قلوب المصريين مسلمين ومسيحيين، وإحنا حتى باسم ائتلاف آباط مصر امبارح أرسلنا باقات تهنئة لجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم، تهنئة بعيد القيامة، وجميع المصريين بأعياد شم النسيم. إحنا في ائتلاف آباط مصر مسلمين ومسيحيين، فدايما وأبدا في أعياد الأضحى وأعياد الفطر المسيحيين بيعيدوا على المسلمين، وبننزل ساحات الصلاة بنعيد عليهم. وفي أعياد الميلاد والقيامة بنصطحب الإخوة المسلمين لينا زي الشيخ أحمد صابر ومنسقين الائتلاف اللي في الفروع، بيروحوا بالتهنئة لقداسة البابا أو للأساقفة في الأقاليم لتهنئة بعيد القيامة المجيد. فالحب متبادل وهيفضل متبادل. هي دي المحبة اللي احنا يعني دايما منتظرينها من كل الناس. وحتى امبارح جه ناس كتير قوي، وزراء، وجه ناس
سياسيين لقداسة البابا علشان يهنئوه بعيد القيامة، وهي دي المحبة اللي احنا عايزين نكتسبها. ومش محبة بس، احنا دايما يعني بنتحجج كده بالعيد علشان نقول نكتسب المحبة دي، لكن احنا عايزين المحبة دي تبقى دايما على طول. الحجة متبادلة على فكرة، يعني احنا بنتحجج ان في اعياد الاخوة المسلمين نروح نعيد عليهم، وهم كمان بيتحججوا باعياد الاقباط عشان يجوا يهنونا ويعيدوا علينا. مصر بتبقى باينة جدا وظاهرة قوي ليلة العيد عندنا. ناس لما بتفتح التلفزيونات ليلة عيد الميلاد او عيد القيامة جوه الكاتدرائية بيشوفوا مصر فعلا بكل معانيها، بكل حلاوتها، بكل وردها، بتبقى موجودة جوه الكاتدرائية وظاهرة جدا، بالاخص في الصفوف الامامية اللي بتبقى شاملة شخصيات عامة بتيجي تعيد وتهني بعيد الميلاد، عيد القيامة وعيد الميلاد المجيد. هو ده اللي احنا كنا عايزين نقول للناس، وان احنا بس مش نكتسب المحبه، لا نكتسب السلام، وزي ما زميلنا ابراهيم قال. طيب خليني اقول لك ان احنا بقى ننتقل لكلمه البابا قال احنا عايزين نقوم من ثقافه الموت. عايزين ممكن ناخد كلمه الموت دي، مش شرط ان هي الموت الجسدي، لكن موت احنا ممكن ناس حاجات كتير قوي تعدي علينا كده تموتنا، تخلينا ننطفي كده، نخلينا دايما يبقى عندنا احباط، يبقى عندنا حاجات وحشه، خصوصا فتره احنا مرينا بيها. طبعا مش عايزين نتكلم في الحاجات دي، ولكن احنا عايزين نبدا النهارده عهد جديد كده ان كل الناس تبتدي تقوم من كل حاجه وحشه. اولا هي ثقافه عند المسيحيين بخصوص الموت، هو فرحه كبيره. حتى انا متذكر اخيرا بعد حادثه شهداء مصر في ليبيا، احنا كنا بنحتفل باستشهادهم، ومتعودين دايما ان في تذكار استشهاد قديس او في نياحه قديس احنا بنقيم احتفاليات لهذه الذكرى. فالناس الاخرى بتستغرب ليه انتوا بتعملوا كده؟ لان احنا بنعتبر ان هناك مولد جديد، حياه جديده بلا حدود، هي الحياه الابديه اللي بيبدا فيها هذا الشهيد او هذا القديس في الفردوس. ده بيعتبر ميلاد جديد. فبنحتفل بعيد نياحه البابا شنودة، بعيد استشهاد ماري جرجس، ده بنعتبر التوقيت اللي حصل فيه موت، وده بالاسم الارضي، وهو انتقال بالاسم السماوي. هي يعني فكره عبور من مرحله الحدود للا حدود، وعشان كده احنا بنحتفل بالميلاد السماوي لهذا الشهيد او هذا القديس. ويمكن الايديولوجيه او الثقافه اللي عند المسيحيين كلها بخصوص توقيت الموت لشخص معين والاحتفال به هتفضل سائده، لانها منذ تذكار الاباء الاوليين، ان لما قديس او رسول او حتى السيده العذراء مريم تنيحت، فهناك ذكرى احتفال بذكرى نياحه هذا القديس او العذراء مريم، وتفضل تدوم لقرون ويمكن الى منتهى الاعوام. ما هو زي ما قال قداسة البابا احنا عايزين نطلع من ثقافة الموت لثقافة الحياة، يعني حتى ممكن الناس تفتكر طيب خليني استاذن حضرتك ان احنا يعني نطلع نشوف اللقاءات مع زميلنا ابراهيم وزميلتنا مريم، خليكم معنا. كاهن كنيسة القديسة دميانة بابا دوبلو، أهلا قدس أبونا، كل سنة قدسك طيب. وانتم طيبين جميعا، وقداسة البابا بخير، وكل الشعب القبطي بخير سواء في مصر داخلها أو خارجها، ولكل المكرازة كلها. قدس أبونا حابين نتكلم عن القيامة. الفرح هي فرح للمؤمنين وللقديسين. وفعلا القيامة مليئة بأفراح وتعليم كتيرة جدا، وقيامة المسيح له المجد الكنيسة بتخلينا 50 يوم نصلي فريحي، لأنه بقيامته انتصر على الموت وأعطى لنا مفاهيم، أصبحش الموت مخيف، وأصبح لنا القيامة مليئة بالأفراح، خاصة الإنسان اللي يقوم من موت الخطية. لكن طول ما الإنسان عايش في خطية هيشعر بضعف وخوف، لكن لما نقوم مع المسيح هحس فعلا بأفراح، ودي بتخلي الإنسان عايش في فرح دائم طالما أنا مع ربنا. زي ناس كتير جدا التقوا مع المسيح له المجد بعد قيامته المقدسة، فكان سبب بركة وفرح ليهم بتغيرهم، زي بطرس الرسول أو زي توما أو مريم المجدلية إلى آخره. نتمنى الفرح يعم على كل الناس بقيامة السيد المسيح. خريستوس أنستي أبونا، كل سنة قدسك طيب. أليسوس أنستي، وربنا يديم هذه الأفراح فعلا، يكون فعلا أفراحنا كمان متجهة لأفراح السمع للأبدية، مش بس المفهوم الضيق اللي هو الأفراح الأرضية. حتى التلاميذ قالوا كده، فرحوا إذ رأوا الرب. فبقيامة المسيح ولما قام فعلا كلنا أعطى لنا فرح. شكرا قدس أبونا. أعزائي المشاهدين مكملين معاكم يومنا، ولكن نعود مرة أخرى لاستوديو ميسات.
بنشكرك زميلتنا مريم على اللقاء الجميل، وبنكمل حوارنا مشاهدينا مع الأستاذ فادي يوسف. أستاذ فادي، قبل ما نطلع اللقاء كنا بنتكلم عن كلمة قداسة البابا امبارح، اللي هي عايزين نطلع يعني من قيامة الموت لقيامة الحياة. احنا عايزين بقى نركز، احنا اتكلمنا عن قيامة الموت، وحضرتك كنت يعني استشهدت كمان بالقديسين. عايزين نتكلم عن قيامة الحياة. ساعات بيبقى في ناس يعني مش ميتة بالجسد ولكن ميتة روحيا، يعني او مش هقدر الخطية او ميتة عامة، يعني تحس انها هقدر حتى لو اتكلمنا كده في كلام عام، يعني ممكن تكون موجودة ولكن مفيش ثمر بتعمله، مفيش حاجات كده بتطلع بيها تفيد بيها الناس. برضو فيدنا انت برضو الناس ما تكونش ميتة وهي موجودة. يعني هو الامتثال باللي احنا بنقوله دوت كان السيد المسيح في اسبوع الالام اشار اليه في شجره التين الغير مثمره، وانها ستقطع لانها لا تثمر، لا تعطي خيرا. يعني هكذا نفس البشريه اذا لم تعطي خيرا فهي بلا ثمار، بلا نتائج، وبالتالي برضو مصيرها هيكون موت، هتتقطع وتتحرق وتترمي. لكن النفس البشريه المثمره، مثمره بقى بثمار الروح القدس، مثمره بعمل ايجابي في المجتمع، مثمره بنواحي كتير قوي في الحياه احنا ممكن نشارك فيها. والدور الايجابي المسيح نفسه اشار ليه من خلال قيامته. يعني انا اتذكر ان المسيح لما حب يقيم لعازر من الموت طلب من الناس ان هم يدحرجوا الحجر. فده كان عمل ايجابي. المسيح حب يظهر مشاركه غير المشاركه الالهيه اللي هي اقامه الميت، مشاركه من البشر في دحرجه الحجر. هل المسيح ما كانش قادر ان هو يدحرج الحجر؟ كان عنده قدره ان هو يقيم الميت، لكن كان طالب مشاركه. هكذا برضو في قيامه المسيح الملاك هو الذي دحرج الحجر. المسيح دايما بيطلب مشاركه، والمشاركه هي ثمر ايجابي في الحياه. زي ما يعني بنقولها كده في العامه الناس، يعني تقول ايه، اسعى يا عبد ونسعى معاك. يعني هو ربنا يقدر يعمل كل حاجه لكل انسان، ويقدر يعني يقيمه من بين الاموات، ولكن هو ربنا طالب مننا ان احنا نعمل حاجه، وربنا اللي هو اللي يكمل. يعني هو ده المشاركه اللي حضرتك تقصدها. وخليني اقول لك برضه احنا ممكن ناخد يعني مثال دحرجه الحجر دي، ان ساعات ناس بتكون حاطه نفسها في وسط دايره كده مش قادره تخرج منها، ايا كانت الدايره دي بقى، دايره فكر مسيطر عليه، خطيه، ايا كان. عايزين برضه النهارده نستفاد في عيد القيامه ان احنا نخرج من الدايره دي. تقول لنا ايه النهارده؟ برضه همتثل بقيامه السيد المسيح، ان هو كان جوه الموت، جوه الدايره المقفوله، والموت يعتبر شوكته كانت لا يمكن ان تكسر، او جبروته لا يمكن ان يذل، لانه كان كل الناس بتقف عند مرحله الموت وتنتهي خطوتها. لكن المسيح كسر شوكه الموت واذل الموت وابطل الموت. فهو كان جوه المشكله، جوه القبر، لكن بقدرته الالهيه قدر ان هو يخرج بره هذه المشكله، وينبثق نوره ويقيم معه اخرين. يعني حتى في الدسكوليه او في تعليم الاباء ان المسيح لما قام كان بكوره الراقدين. هناك من اتى بعده من الناس اللي كانوا سبقوه في جيل او جيلين وتم اقامتهم من الموت. المسيح واقام معه على حسب برضه من الطقس ادم وحواء من العبوديه اللي كانت تحت في الجحيم. فانا عايز امتثل بالسيد المسيح في امور كتير قوي في قيامته، لان هي كانت علامه مميزه جدا أن تكون قيامة بهذه العظمة وبهذه الشكل الرائع. أقام داخل المشكلة. أيضا على الإنسان أن يقيم نفسه من داخل المشكلة. والمشكلة أعتقد اللي بتواجه أي إنسان هي الخطية، هي اللي بتركضه في الأرض. لما ربنا يريد، وطبعا بعمل إنساني أو بمشاركة أو برغبة من الإنسان في التوبة، أن يقيم نفسه من الموت، ربنا بيعطي له القدرة بهذا، ثم يكون الإنسان على استعداد بتدريبات للخروج من الخطية. فيخرج بره القبر، بره الموت، بره العفونية بتاعت الجسد المتحلل، ويبدأ يلبس حلة جديدة ولباس جديد. عايزين برضو نوضح برضو ان ممكن يكون الانسان بيكون عنده رغبة، لكن ممكن يكون في حاجات حواليه بتخليه موجود لغاية دلوقتي في الدايرة. الحاجات اللي حواليه دي بقى احباطات، مثلا بيكون مثلا في ناس او مثلا ناس حواليه بتحاول تخليه في وسط الدايره دي. عايزين بقى ان هو يتحرر من الدايره ويتحرر من الحاجات اللي بتخليه جوه الدايره ذات نفسها. نفس الشبعانه. يعني انا برضو بمتثل بالانبا موسى الاسقف الشباب لما قال النفس لازم تكون شبعانه بالمسيح عشان تقدر ان هي تقاوم كل الاغراءات اللي حواليها ديت، من عوامل سلبيه، من اشخاص سيئين، من ظروف محيطه.
ويقدر الإنسان يعبر من هذه الضيقات ومن هذه الأزمات إلى النور. برضو المسيح في حياته برضو كان مثال لينا، ان كان حواليه جمرة من الشخصيات المسيئة، منهم تلميذ ومنهم فريسيين ومنهم كتبة ومنهم الجند الرومان ومنهم ظروف محيطة يعني كانت في منتهى القسوة، ومع ذلك لم يتأثر وقدر يعبر بقصة الفداء أو قصة الخلاص على مدار 33 سنة من عمره، والهدف اللي وصله في الآخر حتى وهو على الصليب. يعني أنا بتعجب جدا من في فيلم سباشون الممثل كان بيحكي يعني ان الممثل كان وهو على الصليب بيمثل ما كانش يقدر يكمل 7 دقائق وبعد كده ينزلوه عشان يقدر ياخد نفس وتعامل طبيعي. حصل سقطات ليه وهو في طريق الالام اللي كان بيمثله، كانت في منتهى الكدمات اللي واقع فيها ديت، كانت في منتهى الشده. حتى كمان في باين يعني كرباج او حاجه جت عليه بجد كده يعني عمله تأثير جدا على جلده. طب ده انت كنت بتمثل لشخصية أدت هذا الدور من حوالي 2000 سنة بمنتهى الدقة وبمنتهى الواقعية ومنتهى القسوة أيضا من الآخرين. المسيح لما يتأثر بكل دوت، إيه اللي أكبر المسيح إنه يمشي في طريق الآلام؟ وإيه اللي أكبر المسيح إنه هو يتصلب مكاننا إحنا؟ وإيه اللي أكبر المسيح إنه هو يسلم الروح ويدفن زي البشر؟ امتثل حتى للنقطة اللي هي السيئة جدا اللي هي نقطة ضعف الموت. وطبعا كمل بعد كده بانتصار الفداء وانتصار القيامة. لكن اللي أقصده ان المسيح برغم كل الظروف المحيطة به لم يتأثر وفضل ماشي في طريق الفداء وقصة الخلاص اللي وصلت النهاردة قيامته المجيدة. احنا كمان علينا ان احنا لا نتأثر بالآخرين، ولا أي صديقيين ولا أي فارسيين ولا أي تلميذ خاين أو أنكر نتأثر بيه. كل واحد بيكون ليه هدفه، حتى لو شخصية يعني عاشت في حياة الخطية زي أوسطينوس أو زي شخصيات موسى الأسود وآخرين، هم قدروا يغيروا نفسهم يقيموا نفسهم وهم لسه على الأرض لحياة أخرى، والحياة أخرى دي أهلتهم لحياة أبدية بعد ذلك. حتى ممكن تكون في حياة الإنسان على الأرض أكتر من موت وأكتر من حياة. ممكن الإنسان يقع يسقط فيموت في الخطية، ثم يقيم نفسه مرة أخرى، مرة واثنين وثلاثة، حتى لو 7 مرات في اليوم، ويصل بعد كده إن هو ينال الحياة الأبدية إذا كان عنده الإرادة الحماس أو الإرادة والعزيمة للوصول هذا الهدف السامي. تمام. طيب يا أستاذ فادي، برضو لو انتقلنا برضو علشان إن بعد ما الإنسان بيخرج من الدائرة اللي هو فيها دي أيا كانت، وبعد ما بيتغلب على كل اللي حواليه من إحباطات ومن حاجات وحشة كتير، بيوصل لمرحلة اسمها بقى مرحلة الانتصار. الانتصار دي اللي هي من ثمار القيامة وعيد القيامة اللي احنا بنحتفل بيه. إذا كان رب المجد قام وغلب الموت وخلانا نقيم كمان معه من الخطية ومن كل حاجة وحشة، فده بيدينا روح الانتصار. عايزين برضو نكتسب روح الانتصار دي في حياتنا كلها، ان احنا حتى الانتصار ده يعتبر ممكن زي النجاح. يعني الواحد لما بيعمل حاجة حلوة وينجح فيها فيبتدي يفتخر ويبتدي يبقى مبسوط بالنجاح بتاعه ده. فدي برضو عايزين نكتسب النهاردة الانتصار والنجاح. الانتصار الدائم. يعني الانتصار الدائم ما هو كانش لفترة محددة ووقف او تم ابطاله، لا ده انتصار دايم وابدي. عايز اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف، المسيحيه هي الديانه الوحيده التي اعترفت بالقيامه. يعني في بعض الديانات اعترفت بالصلب، احنا صلبناه، وفي ديانات اخرى انكرت الصلب. لكن المراحل كلها في اختلاف حتى في حياه المسيح ما بين ديانه وديانه اخرى، اختلافات، لكن توصل لمرحله دقه في القيامة لا تجدها إلا في المسيحية من خلال الكتاب المقدس، وهو الاعتراف بالانتصار. حتى لما بتيجي تقرأ في خلال أسبوع الآلام قراءات ال4 أناجيل، وبالأخص اللي بتتلو في كل ساعة من ساعات البصخ المقدسة يوم الجمعة العظيمة، بتلاقي بعض الاختلافات البسيطة ما بين مثلا لوقا ومرقس ويوحنا في المضمون بيبقى واحد. هو المضمون واحد، بس في عملية الصلب في طريق الآلام هنا ده بيظهر جزء وده بيظهر جزء وده بيتعمق أكتر. لكن لحظة الخلاص اللي هي القيامة والانتصار الكل اتفق عليها، ولا يمكن أن ينتهي أي إنجيل من أناجيل 4 إلا بآخر إصحاح، وهو الذي يخص الانتصار، القيامة المجيدة التي لسيد المسيح. إحنا كمسيحيين إيماننا ليس إيمان بالميلاد ولا إيمان بالصلب. إيماننا هو الإيمان الذي أكمل هذا، وهو إيمان الفداء
وإيمان الخلاص وإيمان الانتصار، وهي قيامة المسيح. عشان كده احنا لما بنعدي على 55 يوم مراحل بتشمل كتير من الصلوات الروحية ومن الطقوس ومن التدريبات الروحية، تتعاظم وبتفتخر وتتفاخر جدا في مرحلة أسبوع الآلام، ويمكن بتصل إلى ذروتها في الحياة الروحية. بيبقى آخر قمة هذا الهرم الروحي وهو الانتصار، هو القيامة المجيدة التي للسيد المسيح وقيامته من الموت. وعشان كده بنفضل 50 يوم أو بنسميها 50 مقدسة في حالة انتصار، في حالة فرحة دائمة. كنايسنا بتتزين بالأبيض، أرواحنا إحنا من داخلية بتبقى مليانة فرحة. شوف بقى انت، والفرحه بتبقى مضاعفه كمان بعد ال 50 يوم، لان كمان بحلول الروح القدس طبعا، فدايما كده بتبقى فيه فرحه وبتقابلها فرحه اكبر، تبعيات بقى الانتصار. تبعيات الانتصار. عشان كده الانتصار حلو فعلا، يعني ده اللي احنا بنقدر نسميه النجاح زي ما بنقول. يعني خليني اقول لك ان الانتصار بيودينا لحاجه تانية برضو. احنا النهارده بنحاول ان احنا نتكلم، احنا طبعا كل الناس عارفه القيامه وعيد القيامه، ولكن احنا بنحاول بقى ان احنا ناخد السمات الحلوه اللي في عيد القيامه، وكلها طبعا سمات حلوه، وبناخد الثمار دي عشان نعيش بيها بحياتنا كلها. فطبعا الانتصار بيودينا كمان لفضيله الرجاء، احنا لما ننتصر يبقى عندنا امل لبكره وامل لبعده كمان، وده يخلينا كمان يعني قبل يعني لما نفتكر مثلا او نقع في حاجه مشكله او حاجه مضايقانا كده، نقول ان احنا كان معانا، حصل ما بيننا حاجه حلوه وحصل حاجه انتصار، فده اللي يخلينا يدينا رجاء لاكتر. هنتناقش مع ده مع حضرتك، ولكن احنا برضو مستمرين بتغطيتنا في الكاتدرائيه. معانا زميلنا ابراهيم عزت، نروح نشوف ضيوف ابراهيم ونرجع تاني، خليكم معانا. لحضراتكم ان قداسة البابا بيكون مهتم جدا ان هو يتقابل مع شعبه كل عيد ويسلم على الرعية اللي بتكون موجودة في الكاتدرائية. موجودين دلوقتي على يعني احنا من امام المقر البابوي، وابتدى قام الدكتور جمال الجنزوري اكتر. نشكرك زميلنا ابراهيم، وزي ما انتم شايفين الاستقبالات لسه موجوده، قداسه البابا بيستقبل المهنيين بعيد القيامه المجيد. طيب بنستكمل حوارنا مع استاذ فادي يوسف. استاذ فادي، كنا قبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم عن ان الانتصار بيودينا لفضيله حلوه قوي وحاجه جميله جدا وعميقه جدا، وهي دي اللي بتخلينا نستمر في الحياه دايما، وهي الرجاء. الرجاء. احنا لما ننتصر بيدينا امل لبكره، بيدينا امل لبعدين، وحتى لما بتقابلنا حاجات تشغلنا او حاجات تحبطنا نفتكر الانتصار اللي احنا مرينا بيه وربنا واقف فيه جنبينا، فبيدينا امل لبعدين. لا، هو الرجاء هو عامل اساسي عشان يقدر الانسان يشوف الذي لا يراه. يعني حتى احنا في الحياه الارضيه او في الكنيسه المجاهده ربما عيوننا لا تنظر الى اشياء لا ترى. مجد الله، العظمه اللي موجوده في الملكوت وفي الفردوس، اللي يعني ما يقدرش اي حد حتى لو سافر السماء يقدر يوصفها من جمالها. فاحنا بيكون لنا رجاء في كل ذلك، والرجاء عامل اساسي بيبقى نابع من شخصيه الانسان من جوه. عوامله كتيره بقى، من تربيه، من علم، من قراءات، من تدريب روحيه، من امور كتير قوي بتصل فيه الى رجاء واثق ان ربنا هيديك تعويض عن كل اتعاب اللي انت شملتك على الارض. انا شخصيا يعني بتعجب جدا من امور الرهبان لما بيعيشوا حياه في منتهى القسوه الاختياريه، والموت الاختياري عن الجسد. يعني ليه؟ فلما بقعد بتحدث معاهم بيقولوا لي الرجاء عامل اساسي. نحن لنا رجاء في المسيح. الرجاء في المسيح هو ان احنا كل الالام الزمن الحاضر لا تقاس ابدا بالمجد العتيد الذي سيعلن فينا. ففكره الرجاء هي عامل الناقل او نقول الكوبري اللي بيعبر بينا من الحدوديه الجسديه والعيون التي لا ترى الى
يعني نسميها الانفتاح او الانطلاق الروح زي ما كده وصفها البابا شنودة، انطلاق الروح بالعين التي لا ترى الى المجد الابدي، دوت عامل الرجاء الاساسي. طيب خليني اقول لك برضو استاذ فادي ان قداسه البابا من شويه لما كان احد يعني كان احد الاسئله يعني اللي طرحت عليه ان بيقول له طيب احنا دلوقتي بقى لو قلنا ان خرجنا يعني تغيير البيت من الداخل اللي هو الوطن يعني، فقداسه البابا قال ان احنا كل يوم نعمل عيد علشان نجتمع مع بعض ونتشاور مع بعض. هو طبعا احنا عايزين ناخد من الحته دي ان احنا المحبه دايما عايزينها تكون سايده ما بيننا، مش مجرد ان احنا نستنى الاعياد بس علشان نقعد ونتكلم ونتشاور في اخبار البلد. فعايزين احنا طبعا مش هنخرج كتير عن القيامه، ومش عايزين نتكلم برضو في السياسه. احنا النهارده يوم عيد بحت يعني. انت النهارده بتخش لي في ارض جديده خالص. احنا النهارده يوم بحت، بس انا اصلا ما طلعتش قبل كده في التلفزيوني اتكلمت في امور روحيه بحته يعني في خدمه الكنيسه لكن في اول مره انت بتكتشف في ارض جديده يعني. لا انا اقصد لا وانت يعني جميل في كل حاجه. ربنا يخليك. فالحقيقه يا استاذ فادي فعلا احنا عايزين بقى ان احنا نعم يعني تكون حاجة عامة كده لكل الناس. يعني احنا إذا كنا اتكلمنا عن المحبة واتكلمنا عن الانتصار واتكلمنا عن قيامتنا من كل حاجة وحشة واتكلمنا عن الرجاء، عايزين ناخد السمات اللي تنفعنا كلنا وتنفع المجتمع كله ككل يعني علشان يبقى مترابط مع بعضه دايما. طبعا انت عارف احنا الشعب كله مر بوقت مش لطيف، برضه هقول لك مش هنتكلم في السياسة، ولكن خلينا دايما ان احنا تقول ايه كده ان احنا نتسم كلنا بالمحبة ونتسم كلنا ان احنا نتشاور زي ما قداسة البابا قال كل يوم يبقى عيد يعني. أنا من وجهة نظري المسيح لما جه يصعد بقى اللي هو الصعود قال وصية. طبعا أنت عارف لما أي حد بيفارق يعني الكلمة الوصية دي اللي بيقولها دي أدق حاجة اللي هي بتشمل حياته كلها. أنا عايز إيه؟ أنا عايز إيه؟ فلما بيجي مثلا أب يدي وصية لأولاده فدي بتبقى أعظم جمل بيقولها في حياته. المسيح قال وصيته، قال وصية أوصيكم أحبوا بعضكم بعضا. فلو المسيح دي وصيته اللي هي شملت بقى الكرازة كلها اللي عاش فيها المسيح طول سنينه، وصل بينا المضمون في النهاية أنا أوصيكم وصية أن تحبوا بعضكم بعضا. فإحنا كمسيحيين علينا الالتزام بهذا بصرف النظر عن الآخر ده مين، عن أفعاله إيه، عن فكره تجاهي أنا إيه، عن ديانته، عن ثقافته، عن عقيدته، عن جنسه، عن لونه، عن عرقه. أنا كل دوت ما قالهوش يعني ما وصلنيش بيه المسيح في التفرقه. قال لي انا اوصيكم وصيه ان تحبوا بعضكم بعضا. انا ما حددتش حاجه معينه. فهو ده على فكره جوهر المسيحيه، جوهر المسيحيه ينبع في المحبه. عشان كده احنا الكلمه الوحيده اللي دايما بننطقها هي الله محبه، لا نقول غيرها. وبيتبني بقى على كلمه الله محبه ديت كل الفضائل الاخرى. يعني انا من وجهه نظري هي ام الفضائل ان تكون هناك محبه. إذا وجدت محبة ما بين الناس وبعضهم وبالأخص نحن أن نكون رسل المحبة أو مرسلين المحبة إلى الآخرين فده دورنا. والآخر عندما يقابل هذه المحبة بمحبة فهو لم يفعل شيء، لكن إذا قابلها بإساءة فهنا بقى دورنا. يعني كان عجبتني كده آية أو سوري مثل كده لأحد الآباء في الدير السوريان بيقول إذا قابلت الخير بالخير فهذا عمل إنساني، وإذا قابلت الخير بالشر فهذا عمل حيواني، وإذا قابلت الشر بالخير فهذا عمل سماوي. فإحنا لازم ناخد الصفة الأخيرة، إحنا لازم نعمل عمل سماوي طبعا. تقابل هذا الشر بالخير. فإذا أنت قدمت محبة ولم تقابل هذه المحبة بمحبة أخرى متبادلة فعليك أنت تتعامل أن يكون هناك شرا وأنت تقابله بخيرا، أن تزداد في هذه المحبة. وقداسة البابا شنودة بالأخص علمنا في مواقف كتيرة قوي أن يقابل الشر بمحبة. مظبوط. وتعلمنا منه أن العدو ده ممكن أكتسبه صديق، هنا أنا أكون انتصرت عليه بهذه المحبة. لو أنا قابلت الشر بالشر هفقده، لكن لو قابلت هذا الشر بالخير بالمحبة هكتسبه كصديق، وهنا أنا أكون فعلا أصبحت منتصر، ودي علامة من علامات الانتصار أيضا. طيب أنا في آخر يعني حديثنا أحب يعني أخذ من حضرتك كده تهنئة ختامية كده لكل الشعب. طبعا ما بنحددش حد ولكن تهنئة لكل الشعب، تقول لهم إيه بقى في الختام؟ كل الشعب المصري باسم ائتلاف آباط مصر وباسم التجمع القبطي الدولي وباسم قبطي يعيش في أرض هذا الوطن بقدم باقات التهنئة أطيب الأمنيات لكل المصريين بأعياد القيامة وأعياد شم النسيم.
خص بالذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنوط به يعني رعاية كل المصريين، الشيخ أحمد الطيب المنوط به رعاية المسلمين من الشعب المصري، وقداسة البابا تودروس الثاني المنوط به رعاية المسيحيين من الشعب المصري. الثلاثة ليهم مسيرة ودور